مرحبا. ومن ضمن فعاليات يوم الجمعة راح أسوي لأهلي مفاجأة وراح أسوي لهم برياني هندي. جبت تقريبا كيلوين لحم قطع صغير، هاي الأحجام، هاي نوعية البهارات شوفت لكم إياها قبل، اللبن وواحدة ليمونة. راح أشوفكم شنو بعد راح نخلي. شنو حضرت بعد؟ حضرت 8 فصايات ثوم وبودرة زنجبيل لأن ما كان عندي زنجبيل فريش عادي، فراح نسوي خليط يعني شبه البيست، معجون الثوم ويا الزنجبيل. عندي هاي الثرامة البسيطة، راح أخلي الثوم فصار عندنا هذا الخليط. يا جماعة اكتشفت انه اكبر مشكلة انه تسوي اكل انه تسويه بمطبخ جديد، يعني ما تعرف شنو هي التشالنجز اللي تطلع. شي يوقف العقل. اخلي بيها تقريبا كيلوين لحم، اخلي هذا البيست اللي حضرته زنجبيل بودرة وثوم 8 فصايات، فرستهم شوية ماي، اخلي عصير ليمونة كامل. راح اخلي لبن تقريبا كوب ونص. شوفوا لي شكل اللبن. وراها راح استخدم هاي البهارات. هسه شنو راح اسوي؟ راح اخلط هاي الدنيا كلها. يقول لك لازم اقل شي تبقيها ساعتين وما تكفيت، وهي افضل لو عفتها طول الليل. جبت تمر، اكل تمر استراحة محارب. صباح الخير. قعدت اليوم شوية متأخر مع انه المفروض اني اسوي الغداء لاهلي، بس مو مشكلة، انا كنت محضرة كل شي من الليل. شوفوا عندنا بصل مثلوم شرايح، حضرت خليط الثوم والنعناع وشوية فلفل حاد، غسلت الخضرة طبعا اكيد شي النسكافيه مالي، وخليت هسه اللحم اللي تبلناه البارحة على النار ويا البصل، وهاي كلوز لوك. ان شاء الله ما يفشلونه ويطلع الاكل طيب. هذا شكل الميز حاليا، حالنا وحال ميزنا. خلصت، عزلت، حضرت الالوان، فود كولورينج، الزعفران، البيست مال كزبران وثوم، بهاراتنا هذا اسمه كورا وتر،
نخلي كمية كلش قليلة. ليش؟ لأنه يكون مركز. ثرمت الأشياء اللي لازم تنثرم. هسه راح أقلي البصل. طبعا شكل الميز تحفة. وهذا لحمنا بعد ما خليناه ساعة ونص على النار هادية بالخليط مع البارحة ماله. وهذا المرقة اللي فضل من عنده بعده على مود الأطفال. بس شنو شكل الميز يموت. شنو هنا عندي؟ هذا تمانين المنقوع. هسه راح اخليه بالنار اللي غليتها. حضرت الدهن للبصل. هسه اقليه. وهنا أنا جاي اغلي الماء على مود اخلي بيها التمن. بس شوفوا خليت بيها هواي انواع بهارات. هواي انواع بهارات خليت. هسه تنغلي حتى نخلي بيها التمن. وهذا البصل على النار. خلينا التمن همات ويا البهارات والماي المغلي. هسه بس هذا يستوي راح اشيل نصه وابلش اسوي المرق مال البرياني. هسه شوفت لكم البصل اللي قليناه سويناه بهذا اللون. وهذا التمن اللي سلقناه على طريقة البزل راح نسوي. وهاي هي اللحم مرقتنا. هسه شنو راح نسوي؟ راح نسوي من كل هذا طبقات بيا جدرية بهالجدرية. راح نصفط شي فوق شي. هذا ارجع اشتري لي بيت 20 سنة. قلت له انا ما اريد الستاند. شو اسوي؟ هاي البزيل كامل جاي يحكي لي مثلا بيع مكان. اكو واحد يشتري نص تيشيرت او التيشيرت ما طبعا قبل ما نطبخ الشرط وحطه على النار. عندي دشداشة ما عندي خاويات كبار هكذا لما الاكل. هو دا يشتغل على الموضوع. ماما جيبي لي ماعون. ابونا هي لا تنسى تعمل له واحد حتى ويانا بالبيت وبعد ما نغيد عجاية اثنين وكافي. بس اقل انت شو ابوي تريدين عجاية؟ قالت والله انا ما اريد بس اربعة. منو هاي؟ امي كذابة. هي رادت بس اثنين. ابوكي ما رضى. يعني جبتي على مسرة وقفت. ما شاء الله ما شاء الله. بوسة؟ انت بوسني. ويدادر ويدادر. بخرة خرة. يا يابي يلا يا رب تحبوه يا رب تحبوه. مثل ما علمتوك لا تخجلوني. ماي الدست مشتعل فيه الحمد لله شي.
بيلاقي بسكت